السلام عليكم. اليوم غنشوفوا جوج الانواع ديال البان دومي. دونك البان دومي بالدقيق الابيض وبان دومي بالدقيق الكامل، دونك 100% دقيق كامل. الوغ خصكم تعرفوا ان البان دومي اللي كيكون بالدقيق الكامل ما كيطلعش بزاف، حيت كيكون الدقيق الكامل ثقيل، وبالتالي حيت ما كنخلطوهش مع الدقيق الابيض ما كيطلعش بزاف. دونك يعني راه كيطلع واحد شويه، ولكن ماشي بحال البان دومي نورمال. الوغ غنشوفوا البان دومي نورمال. كناخذوا جميع المقادير راها في صندوق الوصف، الا بغيتو تشوفوها بالغراماج مع كلشي ديالها راه كاين في صندوق الوصف. وغنديروها في العجانه ولا كنعجنوها بيدينا، كتبقى نفس الطريقه. كنعجنوها لمده 10 ديال الدقائق حتى ما كيبقاش حتى ما كتبقاش العجينه كتلصق في اليدين. دونك كنجمعوا جميع يعني المكونات حتى كيتجانسوا مزيان وما كتبقاش العجينه كتلصق في اليدين ديالنا. الوغ فاش كنعجنوها كنديروها في واحد الاناء، وكنديروها الا بغينا نخدموا هذيك الساعات في واحد القنت في شي جهه تكون سخونه باش كيخمر. الا بغينا نخليوها ترتاح بشويه عليها كنديروها في الثلاجه كتخمر، وفي واحد الوقيته راه كتحبس تخمر حيت كتبرد، ولا حتى في الصباح نقدو نخدموها بلا حتى شي مشكل. الا كنتو مزروبين كتخليوها تخمر يعني بحال شي عجينه عاديه. لو على ما كتخمر هنا غنصوبوا الطريقه الثانيه البان دومي بالدقيق الكامل. هنا كناخذوا دونك واحد شويه من ديك الماء اللي غنستعملو في الوصفه ديالنا. عندنا 400 غرام د الماء، ناخذوا واحد 100 غرام تكون دافيه، ونضيفوا لها 15 غرام ديال الخميره. كنا كنضيفوا الخميره ديالنا وكنخلطوا حتى كتنفخ واحد شويه. في واحد الاناء درنا الملحه، درنا الدقيق الكامل ديالنا، وكبينا ديك يعني الخميره ديالنا مع الماء والماء اللي كيكون متبقي. وهنا كنخلطوا بيدينا كما كتشوفوا، كنخلطوا مزيان بيدينا حتى كتجانس العجينه. دونك ماشي كنخلطوا يعني ماشي غير كنجمعوا، هنا كنعجنوا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، وكاين كتكون خفيفه وكتلصقي واحد شويه في اليدين ماشي بزاف. هنا فاش كنحطوا هذا القوام كنديروها حتى هي في واحد الاناء فيها شويه ديال الدقيق الكامل، وكنخليوها حتى هي سواء تخمر في واحد القنت، سواء نديروها في الثلاجه مع العجينه الاخرى، ونخليوها حتى غدا في الصباح عاد نخدموا بها. الوغ العجينه ديالنا خمرت، وكناخذوا ديك المول اللي فينا نخدموا. دونك انا كنخدم في هذا المول ديال الكيك. الا عندكم مول ديال الطوست راه احسن، انا ما عنديش. دونك استعملت غير هذا المول فيه يعني 15 سنتيمتر وفيه 10 سنتيمتر في العمق. دونك هنا كناخذوا واحد البابي كويسون كنكمشوا وكنلبسوا لديك المول ديالي. الوغ فاش كنلبسوه هنا كنخرج العجينه ديالي وكنبدا نسرحها بيدي يعني بواحد شويه الفرص. وهنا فاش كنسرحها كنطوي الطويه الاولى كما كتشوفوا والطويه الثانيه، وهنا يعني كندير بحال واحد لاباكيت، وهنا كنبدا كنرولي يعني بحال واحد لاباكيت كما كتشوفوا قبل ما كنديرها في المول ديالي. وكتبقى نفس الحاجه بالنسبه العجينه الثانيه اللي هي العجينه ديال الدقيق الكامل. هنا كنلبسوهم وكنخليهم بشويه عليهم يخمروا حتى كيفوتوا المول واحد شويه، يعني حتى كيخرجوا واحد شويه. هنا كنطيبوهم على 200 درجه لمده نص ساعه حتى لساعه قل ثلث، كيبقى على حسب بيان سور الفرن ديالكم حتى كيكونوا تحمروا. يعني فاش كتفوت نص ساعه كيكونوا تحمروا وخداو اللون اللي كياخذوا البان دومي اللي كيتباعوا في المحلات. صافي حنا كنخرجوهم كما كتشوفوا، كتكون ديك القطعه ديالهم خفيفه. ممكن لكم سواء تقريهم سواء ديروا بهم سندويتشات، كيبقى لكم الاختيار. هنا عطيتكم وصفه ديال بان دومي كومبلي والبان دومي عادي يعني بالدقيق الابيض. ما كيبقى لي غير نطلب منكم لايك باش تشجعوني، التعليق والاشتراك باش توصلكم الجديد. شكرا.